صراحه ما كنتش من الناس اللي كيامنوا بالهضره ديال الزهريين. كنت كنسمع الناس كيهضروا عليهم، كيقولوا انهم عندهم البركه وكيشوفوا شي حوايج اللي ما كيشوفها حتى شي واحد. كنت كنضحك وكنقول في راسي هادو غير خرافات ديال جدودنا، الجن والزرع وتا الدم ديال الزهريه غير قصص. ولكن ديك الليله فهمت المعنى الحقيقي ديال الخوف، وديك الليله بالضبط اللي ما كانتش سهله. السلام، انا حمزه، ساكن في دوار صغير وسط الجبال ديال الاطلس. الدوار ديالنا معروف بالهدوء والصوت ديال الريح اللي كتلعب في الشجر. ولكن واخا داك الهدوء اللي كان واحد السر اللي مخبي، سر قديم كيعرفوه غير الشيوخ وما كيبغيوش يهضروا عليه. ديما كنت كنحس براسي مختلف شويه. منين كنت صغير كانت جداتي كنت كتقول لي بانك ولدي راك زهري، والعمام ديالي كلشي كان كيقول لي بانك زهري. ما كنتش صراحه نفهم علاش كانوا كيقولوا لي بحال هكا، حتى لواحد النهار الوالده غادي توري لي يدي وغادي تقول لي شوف هاد الخط اللي وسط يديك راه ما عندش كلشي كاع الناس. ومن داك النهار بداو الحوايج كيتبدلوا عليا. بديت كنشوف شي احلام غريبه وشي بلايص اللي ما عمرني ما مشيت ليها. كنفيق في الليل وانا عرقان، كنحس براسي بحال الا كنت كنجري وسط الحلم. كنت كنحس بشي واحد كان كيراقبني وكيهمس ليا في الودن ديالي بشي كلمات اللي ما مفهومينش. كنت كنهرب من داك الاحساس، كنقول في راسي غير اللعيه، غير كنتخيل. ولكن مع الوقت بدات الامور كتولي حقيقيه بزاف. كل ليله ديال الجمعه كنت كنحلم بنفس البلاصه، طريق مظلمه وغابه عامره بالضباب، وصوت واحد كيعيط ليا من بعيد بالسميه ديالي. الصوت اللي ما عمرني سمعت بحاله، صوت ماشي ديال شي انسان. كنت كنفيق وانا مخلوع. الوالده كتقول لي ولدي غير نوض تصلي ركعتين وناس. انا صراحه ما كنتش فاهم شنو كنت كنعيش، وباش نكون صريح حتى انا ما كنتش باغي نفهم كاع، حيت كنت حاس الا فهمت المعنى ديال داكشي عمرني ما غادي نرتاح. ولكن في واحد الليله، كانت الليله ديال الجمعه، والجو كان خانق بواحد الشكل اللي ما كانش مفهوم. الضوء طفى وسط الدوار كامل، وحتى التليفون ديالي كان باقي فيه غير شويه ديال الشارج. كنت بوحدي في الدار، حيت الوالده مشات تشوف الخاله ديال اللي كانت في الدوار حدانا، والوالد كان مسافر مشى يخدم في الشمال. قلت مع راسي ما فيها باس نمشي نخرج يضربني شويه ديال الهواء، نطلع نتمشى شويه في الطريق ديال الغابه، يمكن نرتاح شويه. خرجت. الكلاب كانوا كيغوجوا بحال الا كانوا كيديروا شي انذار ليا. الهواء كان بارد شويه، فيه الريحه ديال الغبره مخلطه بالريحه ديال الزرع. خديت البيله ديالي ومشيت في داك الطريق اللي الناس ديال الدوار كيهربوا منها في الليل، خصوصا ملي كتكون ليله ديال الجمعه. الطريق اللي كان داير بها الشجر ديال الزيتون، وكيبان من البعيد واحد الجبل صغير كيديروا عليه قصص بزاف. كيقولوا انه مسكون وباللي راه كان عين ديال الماء قديم تسدات من شحال هادي. ولكن الفضول ديالي كان قوى من الخوف. مشيت وكل خطوه كتخليني نحس بشي حاجه كتشوفني من بعيد. وانا غادي لاحظت واحد الحاجه اللي كانت غريبه. وسط داك الظلام كانت كاينه واحد الشمعه شاعله بوحدها على واحد الحجره كبيره. قلت في راسي واش كاين شي واحد هنا؟ مشيت بشويه حتى وصلت وقربت منها، شعلت البيله دي. ولكن قبل ما نمد يدي باش نطفيها حسيت بواحد النسمه ديال البرد قويه دازت من حدايا، والشمعة طفات بوحدها. شعلت البيله ولكن ما كاين حتى شي واحد، غير الصوت ديال شي حاجه كتحرك في الارض بحال شي واحد كان كيجر شي حاجه ثقيله. بديت نرجع شويه للور وبغيت نجري للطريق الكبيره، ولكن الطريق ما كانتش بحال داكشي اللي عرفته. كلشي تبدل، الشجر ولاو كيتمايلوا بواحد الطريقه اللي كانت غريبه، والريح ولات مجهده بزاف. واحد شويه شفت واحد الراجل لابس جلابه بيضاء هو يوقف قدامي ومباينش وجهه مزيان. وقف بلا ما يتحرك وبدا كيهضر بواحد الصوت اللي خافت. علاش دخلتي لهنا يا الزول؟ واش ما عرفتيش ان الارض هذه ديال انا تجمدت في بلاصتي؟ قلبي بدا كيضرب بالزرقاء. قلت ليه اسيدي اسمح لي، غير ضيعت الطريق. ما جاوبنيش، غير رفع يدو وراني الجهه ديال العين ديال الماء اللي كانت بعيده. مشيتي بعيد بزاف، ولكن دابا ما بقاتش نرجع. شاد البيله ديالي مزيان، بغيت نشوف الوجه ديالو، ولكن ما بقاش غير واحد الريحه غريبه بحال الريحه ديال الحديد والما ديال شي قلته. جريت حتى رجعت للدار والنفس ديالي مقطوعه. غير دخلت وانا نسد الباب بالجهد وشعلت الشمعه اللي كانت باقيه في الكوزينه. غير شعلت ديك الشمعه لقيت اثار ديال الطين في العتبه ديال الباب، واحد الشكل ديال رجلين كبار بحال الا كانوا فازكين. ولكن الحاجه اللي كانت غريبه الاثار كانت داخله الدار ماشي خارج. قلت مع راسي يمكن غير خيالي، ولكن وسط داك الظلام
سمعت نفس الصوت اللي كنت سامعه في الطريق كيقول لي من اللور ديال الباب: ما تردش عليا الضو، راك شفتي اللي ما خاصكش تشوف. من داك النهار كل ليله ديال الجمعه نفس الحاجه كانت كتعاود. الضو كيطفى بوحدو وكيبان اثر ديال الماء قدام الباب، وصوت راجل كيرجع يقول في نفس الجمله: الناس في الدوار اليوم كيهضروا بزاف عليا، كيقول انني وليت زهري بزاف، وان هذاك الراجل ماشي انسان ولكن شي واحد من الجن اللي كان ساكن في العين القديمه. كاين اللي كيقول انني من ديك الليله ما بقيتش انا، ولا كيهضر دابا بصوتي ماشي انا الحقيقي. المهم دازو شي ايامات، الوالده غادي تديني لواحد الفقيه ديال الدوار اللي معروف، راجل كبير معروف بالرقيه. دخلت عليه وانا كنبكي، قلت ليه كلشي كاع داكشي اللي وقع لي. شاف فيا مزيان وهو يقول لي: يا ولدي انت راه ما جاكش غير حلم، انت تلاقيتي مع مخلوق من العالم ديالهم، وهذا الشيء ما كيجيش لاي واحد. الزاهرين هما اللي كيشوفوه. سكت شويه هو يقول لي: هما تابعينك وما غاديش يخليو حتى دير الرقيه وتقطع الارتباط. المهم بدا الفقيه كيقرا وكيزيد الصوت ديالو يعلى، وانا كنحس بواحد الحراره في الجسم ديالي بحال العافيه كتشعل فيا. واحد الشوع الصوت غريب خرج لي من الفم ديالي، ماشي صوتي، صوت غليظ وكيخلع وكيقول: ما نقدرش، راه ديالي، الزهري ديالي. الفقيه بدا كيقرا حتى طحت في الارض وعينيا تسدو. فقت من مورا ساعه والفقيه هو يقول لي: راه بعدو منك، ولكن راه ما مشوش بعيد. الا رجعتي لديك الغابه راه ما غاديش تخرج منها مره اخرى. من داك النهار وانا ما عمري رجعت لديك البلاصه، ولكن كل مره كيجيني واحد الاحلام، نفس الضوء ونفس الشمع ونفس الصوت كيتزاد: الزهري راك ما غاديش تهرب. الفقيه قال لي نبدل الدوار ونبعد على ديك البلاصه، ولكن حتى فاش بدلت الدوار الاحلام باقا كتجيني. وحتى واحد النهار جا عندي واحد الراجل اللي كان غريب، لابس جلابه رماديه، قال لي: سمعت اللي وقع عليك وانا نقدر نعاونك. قلت ليه كيفاش؟ هو يقول لي: غادي نديك معايا لواحد البلاصه فيها واحد الكنز اللي مربوط بيه، اللي الا خرجنا غادي ترتاح للابد. ما كنتش عارف شنو ندير، كنت باغي غير نرتاح. في ديك الوقت مشينا انا وياه وثلاثه ديال الرجال اخرين بالليل لديك الغابه. الريح كانت كتضرب بزاف والضباب مغطي كلشي، والصوت ديال البومه كيحذر من شي حاجه جايه. وقفنا حدا واحد البلاصه فيها واحد الحفره كبيره قديمه. الراجل هنا قال لي: هنا كاين الكنز، ولكن ما كيتحلش الا دم ديال الزهري، وانت هو الزهري. تجمدت في بلاصتي وقلت لي: شنو كتقصد؟ واش بغيتي الدم ديالي؟ ضحك وقال لي بواحد الصوت باب: ما غاديش نقتلك، غير شويه ديال الدم كافي باش نفتح الباب. ولكن ملي خرج ديك الشفره من جيبو تبدلت الوجوه ديالهم، عينيهم ولاو كواحل، واللغه ديالهم خرجت طويله، والضحك ديالهم تبدل الصوت ماشي ديال البشر. فهمت في ديك اللحظه انني ماشي مع بشر، هادوك كانوا جين متلبسين في شكل ديال انسان. حاولت نهرب ولكن الارض شدات فيا بحال شي قوه كتجرني لتحت. الراجل اللي كان قدامي بدا يقرا كلمات غريبه، الارض بدات كتحرك وطلعت واحد الريحه ديال الكبريت، السما ولات كحله. شاف فيا هو يقول: الدم ديالك مفتاح الكنز ديالنا. غوت الله اللي خلقني، ومع كل تكبيره كنت كنحس بالقوه كتضاعف. الضوء بدا كيرجع والريح سكتات. واحد الشويه نزل واحد النور قوي من السما، والجن بداو كيطيحوا واحد بواحد بحال الرماد كيتفرك في الهواء. منين فقت لقيت راسي بوحدي وسط الغابه، والحفره تسدات بحال ما عمرها كانت. رجعت عند الفقيه وانا مرعوب، حكيت ليه كلشي. قال لي: هاد المره نجيتي، ولكن عارف علاش بغاو. الكنز اللي بغاو يخرجوه ماشي ذهب ولا فضه، راه كنز ديال الارواح محبوسه، وما كيتفتح غير بالدم ديال الزهري اللي الله عطاه النور في دمه. ومن داك النهار وانا كنهرب، ما بقيتش كنعيش بحال الناس. كل ليله كيبان نفس الضوء نفس الوجه. دازت شهور طويله ولكن حتى الوقت ما قدرش يداوي داك الخوف. حتى لواحد النهار غادي نتلاقى مع واحد الفقيه وهو يعطيني واحد النصيحه اللي صراحه هي اللي غادي تهنيني من هادشي كلشي. هو يقول لي: انت ما عندك ما دير، هكا خلقك الله، ولكن الا بغيتي هادشي يبعد منك خاصك تحافظ على الصلوات ديالك وتكون انسان متدين، والله ان شاء الله غادي يحميك من شر الخلق. ومن داك النهار درت بالكلام ديالو، وفعلا الحياه ديالي رجعت طبيعي، ولكن بمجرد كنقطع الصلاه ونفس ديك الحياه الخبيثه. وهنا كنكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا. كنتمنى انها تكون عجباتكم. تهلاو.